الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونصلي ونسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة طيبة دائمة من يومنا هذا إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، يتحدث الإنسان بمرارة وألم عن جرائم تحدث في قتل أمة مسلمة وهدم مساجد وإحراق بيوت. تلك الجرائم التي استمرأها ميليشيات الحوثي والمخلوع فأصبحت ديدانهم وأخلاقهم وتعبر عن عناوينهم الفاسدة. لقد سمعنا وسمعتم وكان الخبر مؤلما أيما ألم أن سمعنا أن فئة منهم اقدمت على قتل خطيب مسجد، أعني خطيب الجامع الكبير في إب. أعلنوا أنه معرض أو أنه مطلوب فانطلقوا إليه سهاما بطقوم وكأنه جبهة بحد ذاتها، يستأصلون كل من لا يكون معهم ويخالفهم الرأي. والله ما علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مشركا من دون سبب أو كافرا أيا كان. قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين أن تبروهم وتقسطوا إليهم، فكيف بنا بأمة أقبلت وإذا بها تقتل المسلم الذي يقول لا إله إلا الله، بل تعانق اللص وقاطع الطريق وتستعدي العالم وحافظ القرآن، وإذا بهم يصلون إلى بيته فيأخذونه أسرى يقتلونه أمام زوجته وأسرته. هكذا إنه بشير شحرة رحمة الله عليه الذي قتل مظلوما بأيدي ميليشيات الحوثي. جريمته أنه خطيب يصدح بالحق ويقوله، وأن المجتمع رفض خطيبا أعلنته ميليشيات الحوثي والمخلوع وأبت إلا أن يكون بشيرا خطيبا، فإذا بهم يقتلونه أمام أسرته قتلة مخزية. يا الله، طقوم ترحل وتأتي من قتله ويصرخون بعدها الموت لأمريكا. فهل كانت أمريكا في جسده مختبئة؟ وهل كانت الصهاينة قطرات دمه؟ لا والله، إنما يصنعون ما يريد الصهاينة منهم. كلنا نعلن تضامنا، بل نعلن حرصنا على أن تبقى أمتنا سليمة معافاة من الإرهاب الذي تبنته ميليشيات الحوثي والمخلوع. يا الله، ما كانت داعش إلا هم، وما كانت الحوثية إلا هم، وما كان المخلوع إلا هم، أدوات إرهاب وقتلة وظلمة. ما نقول لرسالة ولأمة وإلى إخواننا في مدينة إبل: يا الله، ما قولكم فيما يحصل؟ لقد استمرأ أنصار المخلوع عندكم أن يسلموا الدولة والمؤسسات لميليشيات الحوثي لتقتل وتنهب، وإذا بهم يظنون أن الأمة لن تحاسبهم ولو بعد حين. أما والله إن أفلفتم من حساب الخالق من حساب المخلوق فإن لكم بين يدي الله موقفا. يا من جعلتم من ميليشيات الحوثي بعبعا، بل أنتم من لبس ثيابه ومن تدثر بها ومن عاش بها ومن يمارس القتل بها. ستبقى أمتنا حية، فإن قتل بشيرا شهيدا مظلوما فإن الله ناصر المظلومين، ولا بد بعد حين أن يقتص الله من يد ظلمت وقتلت وأبت إلا أن تقتل، ويد ساهمت وأعلنت، ويد أفشت المعلومة، ويد دلت على ذلك المكان وعلى البيت. يبقى بشير شهيدا يبشره الله بالخير، وتبقى ميليشيات الحوثي والمخلوع أدوات إرهاب وقتل وظلم. الله سبحانه وتعالى قاهر لها ومذل لها ولو بعد حين. رحم الله بشيرا. بل أتذكر زوجته التي قالت: هل ماتت الرجولة؟ والله ما ماتت ولن تموت الرجولة فينا. إن رأيت أنصار المخلوع وميليشيات الحوثي بلا رجولة والصامتين فئة الصمت القاتلة، فإن هنالك من يبكي دما ويحس الألم ويعلن الندم ويعلن أن الأمة تستفيق، بل هي مستفيقة بإذن الله. سيأتي المدد وتفرج الكرب وتحرر الأرض ويحاسب القاتل ويؤخذ الظالم. وفي هذا الطريق سنقدم شهداء يفرحون بين يدي الله بملقاهم لربهم. أبوا إلا أن يكونوا فئة باغية ظالمة، وشاء الله إلا أن نكون من يرد ذلك الظلم، وإن كان الثمن حياة ندفعها في سبيل الله. فنحن قد عشقنا أولسنا من قال: الله غايتنا والرسول قدوتنا والقرآن دستورنا والجهاد سبيلنا والموت في سبيل الله أسمى وأغلى أمانينا. على بصيرة نعمل، لا إرهاب ولا تطرف ولا قتل بدون وجه حق، وإنما ندافع عن النفس ونعتدي على من اعتدى علينا بمثل ما اعتدى علينا، كذلك أمر الله. والله سبحانه وتعالى بيننا وبينهم بين يديه، وحسبنا الله ونعم الوكيل.